أهلا بكم فيديو جديد. قبل ما نبدأ الفيديو سمي الله وصلى على النبي. طبعا نشوف الفيديو دوت احنا هنكمل كلامنا على collection data type. كنا شرحنا ايه هي الليست وهي الست. في الفيديو دوت هنشرح الماب. طيب أنا هنا يا شباب عملت لكم مثال، فتعالى نقول مثلا أنا عندي مدرسة، والمدرسة فيها فصول، فأنا هنا عملت مجموعة فصول، كلاس 1 كلاس 2 كلاس 3 كلاس 4. فتعالى بقى نشرح المثال دوت قبل ما نستخدم الماب وبعد ما نستخدم الماب علشان تفهم الفكرة. طيب تعالى نخزن البيانات ديت في list مثلا. تعالى نقول list، وعندي هنا بكتب هنا string لأن هي دي نوع البيانات بتاعتي string. بعد كده نسمي المتغير بتاعنا، فتعالى مثلا نقول school بيساوي ما بين سكوير براكت أحط البيانات بتاعتي. تعالى نحطها هنا وتعالى نحطهم في single quotation زي ما انت شايفين كده. قلت لك تعالى اطبع لي البيانات دي، أنا بكل بساطة هكتب print school وهطبع، هيطبع معايا البيانات. طيب دلوقتي أنا قلت لك مثلا إن كلاس 1 دوت كان فيه مثلا 20 طالب، فأنا عايز أربط قيمة ال20 ديت بكلاس 1. هل هينفع نعمل الحوار دوت بليست؟ يعني مثلا هل ينفع أجي هنا وأكتب مثلا 20؟ لا مينفعش. ليه مينفعش؟ لأن الليست بتتعامل مع قيم، مش بتتعامل مع key و value. طب مين اللي بيتعامل مع key و value؟ اللي بيتعامل مع key و value هي الماب. طيب تعالى بقى نشرح الماب. ازاي بنكتب ماب؟ الماب يا شباب بنكتبها يعني يعتبر زي الليست والست. فأنا بكتب ماب ما بين أصغر من وأكبر من، بحط نوع البيانات بتاعتي. فأنا هنا أخزن إيه؟ الماب بتخزن ككي وفاليو، فأنا أول حاجة بحطها الكي، وده يا شباب اسمه كي. واللي بعد كده يعني مثلا اللي بعد كده هنا بيجي فاليو. أنا عندي هنا كي وفاليو، ده الكي وده الفاليو. فأنا لازم أحدد الأول الكي بتاعي. فالكي بتاعي عبارة عن إيه؟ string. فأنا هاجي أكتب string. بعد كده بكتب الفاليو بتاعتي اللي هربطها بالكي. الفاليو دي كانت إيه؟ كانت انتجر، فأنا هاجي مثلا هنا أكتب int. تمام. بعد كده بحط اسم المتغير بتاعي، فهقول سكول برضو، بس نقول سكول 2 صح. البيانات يا شباب بتخزنها في كيرلي براكتس زي الست. طيب أنا قلت لكم إن البيانات بتخزن على هيئة key و value. أنا هاجي هنا هاخد كلاس 1 دوت اللي هو عندي يعتبر الكي، وزي ما انتم شايفين كده لما أنا حطيت بس هنا كلاس 1 قال لك ايرور. ليه هيديني ايرور؟ لأن هنا بيقول لك إن الفاليو ديت عبارة عن string مينفعش يتخزن في متغير من نوع ماب، والماب دوت بيستقبل القيم بتاعته على هيئة string و int أو على هيئة key و value. فأنا اديت له الكي، لسه هحط إيه؟ لسه هحط الفاليو. هحط النقطتين فوق بعض، بعد كده بحط الفاليو بتاعتي. يعني كلاس 1 دوت كان فيه 40 طالب مثلا. وتعالى بقى كده نمسح دوت هنا عشان متتلخبطش. وإيه قلت لك أعمل برنت لسكول 2. فأنا نعمل برنت، فزي ما انتوا شايفين طبع لي كلاس 1 والقيمة بتاعته كانت 40. فده شبه المميز في إيه؟ ماب، إن هي بتخزن البيانات بتاعتها على هيئة كي وفاليو. تعالى نكمل المثال وتعالى نحط البيانات بتاعتنا دي. فأنا هنا يا شباب حطيت البيانات اللي هنا خزنتها في الماب بتاعتي على هيئة كي وفاليو. طيب في حاجة مهمة لازم أقول لكم عليها، وهي إن الكي بتاعي ما ينفعش يتكرر، لازم يكون unique identifier يعني قيمة مميزة ما ينفعش تتغير. فأنا مثلا لو جيت على كلاس 2 خليته كلاس 1، تعالى نخليها زي ما هو بالظبط. فهنا عشان اداني warning. ليه اداني warning؟ بيقول لك في عندك هنا 2 كي ما ينفعش يكونوا متساويين. فنرجع تاني المثال زي ما كان، نقول عندي هنا كلاس 2. فدلوقتي عايزك تعرف إن الماب بتتخزن على هيئة key و value. الكي بتاعي ما ينفعش يتكرر عندي، بيكون unique identifier يعني
قيمة مميزة مينفعش تتخزن زي قيمة تانية. طيب أنا بقى جيت قلت لك أنا عايزك تطبع لي كلاس واحد كان فيه عدد طلاب قد إيه أو الفاليو بتاعته كانت قد إيه. فدي عشان من مميزات الماب إن أنت ممكن تسأل الكي هو يرد عليك بالفاليو. يعني هاجي هنا أعمل برنت ليه مثلا المتغير بتاعي اللي اسمه كل 2 وأنت عايز تسأل على إيه؟ أنا عايز أسأل على كلاس واحد. فهاجي هنا ما بين سكوير براكتس أحط كلاس واحد وأعمل برنت فأعمل هنا 40. طبعا شبه السكوير براكت ديت لو أنت مستغرب منها إحنا ليه حطيناها هنا مع المتغير هو عبارة عن ماب. فدي قواعد وقوانين لازم تمشي عليها، يعني حاجات لازم تحفظها لأنها ثابتة. طب دلوقتي جيت قلت لك أنا عايز أعرف الفاليو اللي كانت في كلاس 4 كام. فتيجي تقول لي بكل بساطة اللي بتتكلم عنها فوق البرنت equal to السكوير براكت أحط كلاس 4 لازم أحطهم في single quotation لأن الفاليو بتاعتي ديت عبارة عن string. وبس هنعمل print وطبعا هنا 30. فدلوقتي كده قلت لك مثلا أنا عايز أضيف قيمة تانية. فعشان تضيف قيمة تانية بتعمل الطريقة دي، تكتب المتغير بتاعك ما بين السكوير براكت اللي هو يعتبر الكي بتاعك وإيه string. أنا أحط هنا single quotation وهكتب الحاجة اللي أنا عايز أضيفها. أنا عايز أضيف مثلا كلاس 5 فهكتب كلاس 5 وبيساوي بقى القيمة بتاعته. عايز أديله قيمة كام؟ عايز أديله 100 مثلا. وتعالى نعمل برنت تاني بقى ليه؟ تعالى نعمل برنت بقى للسكول كلها عشان نشوف إضافة ولا مضافهاش. تعالى نعمل برنت. فزي ما انتم شايفين ضاف كلاس 5 والفاليو بتاعته كام؟ 100. طيب القيمة اللي عندي ديت شفتها إن هي قيمة مثلا كبيرة أوي وعايز أغيرها. فبكل بساطة هتروح على المتغير بتاعك وتحط الكور بتاعك براكتس. أنت عايز تغير إيه؟ عايز أغير كلاس 5 دوت كلاس 5 وعايز أغير القيمة بتاعته أخليه مثلا 80. وتعالى نعمل برنت ل equal to ونشوف اللي هيحصل عندنا. فزي ما انتم شايفين أنا كنت هنا ضفت قيمة واديتها 100. بعد كده هنا عدلت القيمة ديت وخليتها 80. ضاف قيمة خليها 100 وخلينا القيمة كام؟ 80. طيب أنا عايز أمسح كلاس 5 دوت. فبكل بساطة هتروح على كلاس 2 بعد كده الدوت. عايز تعمل ايه ريموف. هتعمل ريموف لإيه؟ هعمل ريموف للكي. فالكي عبارة عن string. هكتب هنا كلاس 5 بس وأعمل برنت. بعد كده تعمل برنت لإيه؟ للكل 2 عشان نشوف ونعمل برنت. فزي ما انتم شايفين مسح عندي كلاس 5. طبعا بقى أرجع أقول لك أنت بقى تجرب مع نفسك. شوف عندك الطرق اللي ممكن تضيف تمسح. إيه المهام اللي أنت تقدر تقوم بيها. عايز تستعلم على البيانات إزاي. عايز تضيف قيمة عايز تمسح قيمة. جرب مع نفسك إن شاء الله الأمور تكون واضحة معاك. وبكده يكون وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى تكون استفدت منه. مع السلامة.